السلام عليكم الزينات، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا ربي. جبت لكم اليوم واحد الطاجين تاع لوبيا خضراء بلحم الخروف. مادام قلت العيد الأضحى راه قريب، قلت نحط لكم هذه الوصفة تاع ناس الغرب، ودرت معاها شوية زيتون تاع الطاجين. تبعوا معايا الوصفة مع بعض وما تنسوش دعم هذه القناة. فوالا حبيباتي، انا هنا حكمت لك الكوطه تاعي. راني درت فيها شويه ليدام اي الزيت، ما كترتش باسكو لحم الخروف مشحم شويه. باغي ندير طرف تاع لحم الخروف. فوالا، وهنايا عندي حبه بصله كبيره باغي نقطعها رقيقه. كاين اللي حاب يربيها يربيها. فوالا، وحبيبات ثوم قطعيهم تاني رقاق. ثم راه الشباب راه قوه. انا درت صغير شويه ما كترتش. فوالا، باغي ندير هنايا. حنا في الغرب نموتو على القرفه. وباغي ندير هنايا فلفله حمراء. من داك باغي ندير في الكيكوطه، باغي ندير كاع الصوالح خطره واحده. ندير شويه راس الحانوت. عندي هنايا زوج تاع الرند فريقي. عندي هنايا شويه طماطم جامبو جامبو. وضفت الملح، ما تنسوش الملح. دركا باغي نعمرها، دوك نوريكم الماء. شوفوا يعني مانيش باغي نكثر هكا قد ما يتغطى اللحم تاعنا. وباغي نقفل عليها الكاكوطه ونخليها طيب. ها هي انا اللوبيا تاعي راني قطعتها وشللتها مليح، وباغي نديرها طفيت في الماء. هايله ما يعمرها الماء وطفيت. هنايا بعد ما طابت شوفوا راني حليت، طفيت على الكيكوطه وحليت. طاب اللحم هايل. دركا نروحو نوجدو اللوبيا تاعنا بعد ما فاضت مليح. حكمت المقله درت فيها شويه زيت، وهنا المعدنوس والثوم اللي كنت خادمته درت شويه قليته غايه ما تخلوش ينحرق. وعاود ضفت هنايا اللوبيا تاعي. ديك الريحه تهبل والله لا تهبل. هنايا باغي نقليها حوالي 15 دقيقه برك، ونعاود نرجعها في داك البويون اللي خدمناه من قبل. فوالا، ونشعل الغاز. هنايا اللحم خليته مع اللوبيا. وهنايا نقصي الغاز وروحي كملي. هنا كان عندي هذا اختياري، اللي يحب يدير يدير، ما يحبش زيتون طاجين درت غير حوالي حفنه. انا بها في الاول ما كترتش الملح. فوالا، وهنا عاودت اللمسه الاخيره درت شويه كرويه. كاين كرويه يدير فيها الكرويه والثوم ويرميهم، بصح حنايا قلينا اللوبيا تاعنا بالمعدنوس والثوم.
والله جربوها هذه طريقة وردوا لي ديك الريح وديك البنة جات هايلة. فوالا حبيباتي، شوفوا كي طاب ديك المرقه ديك البنه، وهنايا قليت البطاطا ودرتها هكا كديكور. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه لوبيا تاع الغرب. ان شاء الله تجربوها وخلوا لي تعاليق. باذن الله تعالى نلتقوا في فيديو اخر ان شاء الله.